العروسة جمالها أسواني أصيل، عمها الكينج سلمها لعريسها والدموع مالية عينه، وطلب طلب غريب منه وقت كتب الكتاب، وشيكابالا رقص لها، وأحمد الشامي غنى لها، وزفة نوبية وفستان العروسة عمل قلق، وممنوع يشغلوا أغاني غير أغاني محمد منير. واللي عملوا نجوم الفن في الفرح صدم الكل. لقطات من حفل زفاف بنت أخو محمد منير. يا ترى إيه كواليس الفرح؟ مين الفنانين اللي حضروا الفرح؟ ليه محمد منير ما رقص مع بنت أخوه؟ يلا بينا نعرف التفاصيل كاملة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للآخر. فرح بنت الكينج محمد منير لها في الأنظار على السوشيال ميديا، والصغير والكبير بيتكلم عنه، وده بسبب الأحداث المثيرة اللي حصلت فيه. طب إيه بقى، أنت حيرتنا بنته ولا بنت أخوه؟ يا جماعة اهدوا شوية عليا، دي تبقى بنت أخوه، بس الكينج بيعتبرها بنته بالظبط لأنه مخلفش وما عندوش ولاد، فبيعوض ده في ولاد أخته كلهم. الفرح اتعمل في أفخم قاعة في مدينة الشيخ زايد، وده كان بأمر من محمد منير، واللي قرر يعمل فرح بنت أخوه في القاهرة عشان ما يقدرش يسافر أسوان مخصوص ويعمل الفرح هناك. والحلو إنه منساش في الفرح يعزم كل حبايبه وأهله في أسوان، واللي كلهم جوله رغم بعد المسافات والسفر بالساعات، بس حضروا عشان يوجبوا مع الملك بتاعهم محمد منير ويفرحوا معاه. ويا سلام على جمال العروسة الأسواني الأصيل، يخليك لما تشوفها ما تقولش غير ما شاء الله عليها. وحافظت على جمالها بمكياج رقيق قوي وبسيط، اللي هو يبرز جمال الملامح مش يداريها زي ما عرايس كتير بتعمل. وبقول لكم ايه، فستان العروسة عمل قلق كبير قوي، وده لأن تصميمه كان ملكي، اللي هو سك ودانتل، وفي نفس الوقت كان جريء حبتين لأنه كب، بس ده يومها بقى ومن حقها تلبس الفستان اللي يعجبها، هي مش هتتجوز كل يوم يعني. أما عريسها كان الله أكبر عليه، جماله ما يتخيرش عنها، بس واضح إنه مش أسواني زيها. صحيح الحب لا يعرف سن ولا مكان ولا وقت ما يجي ما بيخبطش بيدخل على طول. ويا جمال الزفة الأسواني اللي قلبت الشيخ زايد كلها، وخلت اللي ماشي في الشارع يكلم نفسه ويقول الله على الحلاوة. محمد منير دخل بنت أخوه وسلمها لعريسها، والدموع مالية عينه، مش مصدق إنها كبرت وبقت عروسة وبيسلمها لعريسها. وبصراحة لما تشوف الكينج في اللحظة دي تقول أخيرا الفرح ظهر بعد الأزمات الكتير اللي مر بيها الفترة الأخيرة، وكل شوية يتعب وينقلوه المستشفى سواء جوه مصر أو بره مصر. وجت اللحظة المنتظرة، وهي كتب الكتاب، واللي كان شاهد عليه بنفسه عمها محمد منير، واللي كان ليه طلب وقت كتب الكتاب استغربوا المعازيم، وهو ان الكل يبعد عن الترابيزه لانه خلاص مش قادر يتنفس. وحقيقي معاه حق، لان المعازيم كانت متجمعه حواليه وكل واحد عايز ياخد صوره، وهو برضه صحته على قده وكمان عايز يركز ويكتب الكتاب. ده غير انه ما زعلش حد خالص طول الفرح، وهو بيتصور مع الصغير والكبير. العريس خطف عروسته بعد كتب الكتاب وقاموا راسوا مع بعض على اغاني عمها. ايوه، تحس انه كان ممنوع اي اغنيه تشتغل لمطرب تاني غير عمها محمد منير. بس الكينج ما قدرش يرقص خالص ولا يقوم من على الكرسي طول الفرح، بس طبعا غنى لها من قلبه. واللي شعل للفرح نجم الزمالك شيكابالا، اللي ما بطلش رقص من اول ما دخل، بيوجب مع بنت بلده وحبيبه محمد منير. احمد الشامي غنى لها كل اغاني الحب، واحمد عصام عمل شو جامد زي ما بيعمل في كل الحفلات والحب. والغريب ان مفيش حد تاني من نجوم الفن حضروا خالص غير احمد الشامي واحمد عصام، ومش عارفين بقى محمد منير اللي ما عزمهمش ولا ايه الحكايه. عامه بقول مبروك للعروسه القمر وللكينج، ربنا يجعل ايامه كلها افراح.